بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من مطبخ نادر السينما. طبعا حضراتكم حابين نظهر مع حضراتكم النهاردة عشان نقرب المسافات وعشان يبقى في مصداقية أكتر. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله البسكوت بالزبدة بطريقة سهلة وبسيطة زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله البسكوتة ولا أروع من كده، قلبها شكلها من فوق من تحت بسم الله ما شاء الله شكلها جميل جدا. هنبدأ إن شاء الله نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نبدأ مع بعض المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده البسكوت بالزبده بطريقه سهله وبسيطه يا جماعه. احنا عارفين طبعا ان الاسعار ولع نار، وطبعا المحلات الفخمه او المحلات الكبيره بتبيع الكيلو ب 200 و250 جنيه. حبينا ان احنا نعملها معاكم بطريقه سهله وبسيطه جدا من غير اي تكلفه عاليه قوي، يعني حاجه بسيطه خالص. هنبدا مع بعض ان شاء الله. طبعا معانا زبده 330 جرام زبده، معانا حوالي 210 جرام سكر بودر، معانا حوالي نص كيلو دقيق، معانا 5 جرام بيكنج باودر، معانا حوالي 3 بيضات وكيس فانيليا. هنبدأ إن شاء الله مع بعض. هنحط السكر البودر مع الزبدة، وهي دي أول خطوة في نجاح البسكوت بالزبدة. لازم تدعك الزبدة كويس بالسكر. طبعا انتوا عارفين ان الزبدة صفرة، فطبعا لازم تبيض مع السكر تعطي اللون الابيض زي ما حضراتكم شايفين كده، بدأت تبيض وبتنعم. هي دي الخطوة اللي بتنجح البسكوت بالزبدة وتخليه ناعم ونافش كده وشكله كويس وبيدوب في البق لوحده. طبعا يا جماعة الزبدة اللي انا شغال بيها ممكن تشتغلي بنيوزيلندي، ممكن تشتغلي بفيرن، ممكن بجنة، اي نوع زبدة صفراء. انا شغال بزبدة نيوزيلندي موجودة عندي، فعشان كده ان شاء الله حبيت اعجن بيها زي ما حضراتكم شايفين كده. بعجن بايدي قدامكم من غير ماكينة ولا شيء عشان نقول لكم ان الموضوع بسيط يا جماعة. وطبعا الغلو والاسعار بخلينا ان احنا نعمل الحاجات في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. زي ما حضراتكم شايفين كده ان شاء الله الزبدة بقت مرهمية زي ما انتم شايفين. هنبدأ ان شاء الله زي ما انتم شايفينها كده، اللون بتاعها ابيض وبقت ناعمة، وده القوام اللي احنا محتاجينه للبسكوتة. ان شاء الله هتبقى البسكوتة ولا اروع بإذن الله. هنبدأ ننزل ان شاء الله بالثلاث بيضات بتوعنا مع كيس الفانيليا، وهنبدأ ان احنا نضربهم كويس بالخليط لحد ما البيض يختفي بالخليط. زي ما حضراتكم شفتوا كده هنبدأ نحط معاهم الكيس التانج، وده اختياري، حبيت تحطيه او لا حسب ما انت عايزه. انا حطيته يعني يعطي نكهة كده، طعم البرتقال في البسكوت يبقى طعمها حلو. البرتقال يعني بيبقى طعمه حلو في البسكوت او عامة يعني. وهنبدأ نضربهم مع بعض كويس لحد ما يبدأوا يعطوا القوام تاني مع بعض ويتجانسوا مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. العجينة ان شاء الله بإذن الله جميلة وسهلة وبسيطة. زي ما انتوا شفتوا كده بدأت تحت القوام المرهمي تاني بعد البيض ما اندمج بالخليط. وهنبدأ ان شاء الله بعد كده هنبدأ ننزل بنص كيلو دقيق بتاعنا مع الخمسة جرام بيكنج باودر. وهنبدأ برضو نشبط يا جماعة، بس احنا مش هنعجن عجين، احنا هنشبطهم بس كده. طبعا الدقيق مش هيتعجن قوي فيها، هيبدأ يشبط بحيث ان هو برضو مش هنعجن جامد يعني، عشان برضو تبقى البسكوتة ماسكة نفسها وتبقى كويسة. هنبدأ نشبط كويس زي ما انتم شايفين كده بالراحة، وهنبدأ ان احنا عشان تبقى نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه زي كده، القوام الناعم ما شاء الله. طبعا يا جماعة عجين الزبدة غير عجين السمنة. طبعا السمنة بتبقى تقطع في العجينة كده، لكن الزبدة بتخلي العجينة ناعمة زي ما حضراتكم شايفينها كده. هنبدأ إن شاء الله نحط في الكيس بتاعنا، وهندير بالبلة بتاعتنا مقاس 14 يا جماعة، وهنبدأ نصب في الصيغان بتاعتنا. طبعا زي ما انتوا حضراتكم شايفين العجينة نازلة سرحة وناعمة وبسم الله ما شاء الله شكلها ولا أروع. ما شاء الله نازلة مستقيمة ولا كأنها ماكينة يا جماعة. طبعا أنا إيدي متعودة على الصب، فعشان كده يا جماعة الموضوع بالنسبة لي سهل وبسيط. بس أنا برضو بشتغل بالراحة بحيث إن طبعا اللي لسه جديد معانا وأول مرة يتعامل مع موضوع الكيس يشوف الكيس احنا بنمسكه ازاي. هي بتبقى سحبة وشدة مع بعض في نفس الضغطة عشان تطلع البسكوتة من غير ما تكون معوجة ولا شيء، يبقى شكلها حلو وسرح كده. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع بسيط يا جماعة. هنبدأ طبعا بعد ما صبينا العجينة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، خدت معانا بالظبط حوالي من صاج ونص زي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله شكل العجين ولا اروع من كده، شكله ما شاء الله شكله جميل. هندخله الفرن ان شاء الله. طبعا انت مسخنه الفرن على درجة حرارة 150 او 160 حسب درجة حرارة الفرن بتاعتك. هتاخد نص ساعة وان شاء الله هتطلع من الفرن بعد نص ساعه زي ما حضراتكم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله شكل البسكوت ولا اروع من كده يا جماعه، شكله بيتكلم عن نفسه. ما شاء الله البسكوته شكلها نافش وجميل، ارضيتها بسم الله ما شاء الله شكلها، وشها بسم الله ما شاء الله، قلبها من جوه زي ما انتم شايفينها كده مفروله وناعمه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. ده بسكوت الزبده يا جماعه بشغل متخصصين مش بشغل هو. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو اللي ما اشتركش يشترك في القناه عشان القناه تكبر بيكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.